مسافر بورسعيد، أمانة عليك أمانة، لا تبوس لي كل إيد، لا تبوس لي كل إيد، حربت في بورسعيد أمانة. بورسعيد النهاردة في كل مكان بيذكروها إنها رمز للوطنية، رمز للبسالة، رمز للتضحية، رمز لكفاح الشعوب، رمز لهزيمة الدول الكبرى، رمز لهزيمة المستعمرين. الأرض الغالية بصها، الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها، الكل قام يصونها. الأرض الغالية بصها، الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها، الكل قام يصونها. بقت أرض البطولة والعزة والرجولة، بقت أرض البطولة والعزة والرجولة. أمانة عليك أمانة، لا تدوس لي كل إيد، لا تدوس لي كل إيد، حربت في بورسعيد. بورسعيد هتبقى نقطة تحول في تاريخ العالم، لأنها أثبتت إن العدوان كسلاح انتهى، وإن الشعوب اتعلمت إنها تحارب حرب شاملة كل واحد فيها يحمل السلاح. اسمحوا لي أن أقدم تحية من القلب، تحية خالصة لكل من شارك وساهم في هذا اليوم الكريم. إنها فكرة لرجل بورسعيدي أصيل، فكر يعمل حاجة ويقدمها لبلده، فكر يكرم نجوم الزمن الجميل. تحية للأستاذ عبده علمية، ساعده في المجهود، هو جندي مجهول من زمان وابن مخلص، كابتن النادي المصري ومدرب حراس المرمى كابتن أشرف خضير. وتحية خاصة للجناح الطائر ونجم النادي المصري السابق ورئيس جمعية قدامى اللاعبين كابتن سمير التفاهني. كل هؤلاء بيقدموا تحية لرجل بورسعيدي مخلص، تحدى الصعاب وتحدى المستحيل وحارب الكثير وحاربه الكثير. نحن ضيوف في مكانه، وعندما جئنا إلى هنا لم نحس إننا ضيوف بفضل معاملته الكريمة. فتحية خاصة من الجميع للرجل الفاضل وابن بورسعيد ومن يتفاخر بها في كل مكان، الأستاذ محمد جبر. تحية لجميع العاملين بشركة النورس ستايل للسياحة، تحية للابن البار، تحية لخير مدد وخير سلف الأستاذ علي جبر. تحية لجميع الحضور وتحية للسادة الموجودين. النهاردة المبادرة الطبيعي إن اسمها مبادرة لم الشمل. زي ما قلت في بداية المقدمة إن أنا شايف حاجة جميلة جدا كلنا بنتعلم منها وكلنا بنحتذي بيها. كلنا تربينا على كيان بنعشقه وبيعيش جوانا. كلنا كبورسعيدية عمرنا أبدا ما تخيلنا في يوم إن احنا نعيش من غير الراية الخضراء، من غير النادي المصري. تحية كبيرة لكل أجيال النادي المصري. متربي فارقنا على المهارات، اللعب الحلو الخوض والهات، جمهوره أصيل دايما
الشدة والأذى. أبطال رفعت اسمها من نور، فرحة جمهورهم ده هدفهم، رجالة بجد وليهم دور. ازاي نوصف أبطال فستون؟ أبطال رفعت اسمها من نور، فرحة جمهورهم ده هدفهم، رجالة بجد وليهم دور. متربي فارقنا على المهارات، اللعب الحلو الخوض والهات، أموره أصيل دايما وياه أوقات الشدة والأزمات. متربي فارقنا على المهارات، اللعب الحلو الخوض والهات، أموره أصيل دايما وياه أوقات الشدة والأزمات. متربي فارقنا على المهارات، اللعب الحلو الخوض والهات، جمهوره أصيل دايما وياه أوقات الشدة والأزمات. تحية لجميع إعلاميين وصحفيين بورسعيد، واسمحوا لي إن أنا يعني أتعلم واكتسب الخبرة من كل من هو أقدم مني. فليتشرف وليتقدم إلينا الزميل الإعلامي الصحفي الأستاذ جمال نوفل. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. في يوم لم الشمل، هذا اليوم الذي يضم نجوما نتذكرهم كتبوا سطورا جميلة أمتعونا بلمساتهم الفنية وبأهدافهم وبجمالهم. جيل السبعينات الذي لا ينسى، هذا الجيل الذي قدم أروع وأفضل عناصر للكرة المصرية وأكثرها موهبة. جيل جميل ورائع، ونجوم كم أمتعتنا وكم سجلت وكم أحرزت وكم دافعت عن مصر. في يوم لم الشمل، هذا اليوم الذي يجب أن يكون يوما جميلا تمتد فيه الأيادي إلى بورسعيد الباسلة، بورسعيد الجميلة التي عاشت 4 سنوات كأنها بعيدة عن مصر، ولكنها هي قلب الوطن. باسم أبناء بورسعيد يشرفني أن أرى هذه الكوكبة الجميلة من نجوم الكرة المصرية، بداية من أقدم لاعبي الكرة المصرية الجالس الآن الكابتن محمد شاهين، صاحب إنجاز تعادل مصر والبرازيل في دورة طوكيو 1964 حينما أحرز هدفا جميلا في مرمى البرازيل، وكانت من أعظم الفرق وما زالت. أيضا لا يسعنا إلا أن نتذكر الجناح الطائر الذي كان نفاسة وكان ابن الفلاحين، الكابتن عمر عبد الله. كان مدافعا عن حراسة مرمى مصر، وكان مقاتلا ضد أبناء الجزائر في موقعة كان بطلها سطوحي حارس مرمى مصر حينما دافع بكل قوة في دورة الجزائر عام 1878. إذا كانت مصر قد أنجبت ظهيرا أيسر، فهو واحدا من أفضل ظهراء الأيسر، ذو البشرة السمراء
الكابتن الجميل الرائع ربيع ياسين. أتناول أجيال وراء أجيال، وفي مركز الظهير الأيمن لمع هذا الشاب الطويل الأسمر ابن المنصورة ثروت فرج كواحدا من أفضل مدافعي الظهير الأيمن في مصر. هذه النجوم وهذه الكوكبة الجميلة من أبناء مصر وأبناء بورسعيد. نرى مسعد السقا الشهير بالدولي، كابتن محمد الهادي، هادي المنصورة وبلبلها وجميلها الذي أمتعنا كلاعب دولي فز. أيضا الكابتن سمير التفاهني الجناح الطائر، كثير المشاكل وحبيب الجميع. ولا ننسى النفاسة ابن إسكو سابقا الكابتن مختار والمدير الفني للنادي المصري والذي ساهم بجهوده في بقاء المصري في الدوري الموسم الماضي. كابتن مختار من الصفحات الجميلة في تاريخ النادي المصري، مرتان كان فيهما نجما بأدبه وأخلاقه. مجال كبير للكرة المصرية الحقيقة. قاعد معانا كابتن ربان وقرصان المصري الكابتن عبود الخضري، أحد أفضل كباتن المصري الذي ظل كابتنا المصري طوال 11 عاما. إذا امتزجت الرياضة بالبطولة والفداء، فهناك الطفلة التي كانت في عام 56 تقف بكل قوة أمام العدو الغاشم، الفدائية الجميلة الرائعة ابنة بورسعيد، ابنة بورسعيد المقاتلة التي تلاعبت بالإنجليز والفرنسيين عام 56. لم يتصوروا أنها فدائية، وكانت تحمل الذخائر والأسلحة في عربة أطفال لتسلمها إلى الفدائيين. الفدائية الجميلة ابنة بورسعيد التي ساهمت بكل حب في الدفاع عن بنات مصر المقاتلة زينب الكفراوي. إذا كان التاريخ صفحات، فهناك صفحة من صفحتين كتبت لمصر بطولة عالمية. الأولى لنجم مصر الذي أحرز كأس العالم العسكري عام 1992 الكابتن مدحت فقوسة. موسم 92-93 كان مدحت فقوسة يعانق كأس العالم العسكري، وكان إنجازا غير مسبوق للكرة المصرية، ولم يتكرر إلا مرة واحدة على يد الكابتن محمد عمر. كنا نتمنى أن يكون موجود بيننا أبناء الأهلي، نمد أيدينا إليهم ونفتح قلوبنا لهم لنعبر جسرا ربما سيظل مشروخا، ولكن بإذن الله نتمنى في مثل هذا اليوم أن يكون لم الشمل باجتماع لاعبي منتخب مصر ولاعبي مصر في الجيل السبعينات العظيم. وأيضا إذا تناولنا الحرية والفداء، فهناك من ساهمت في حرب 73 بأدائها الرائع الأستاذة علية الشطوي، أحد أبطال 73. والتاريخ يذكرنا دائما بأحد الأبطال النقيب في ذلك الوقت الذي كان مقاتلا. أيوة نقيبا يا سيادة اللواء، كان نقيبا في عام 1973 واستطاع أن يأسر العقيد عساف يجوري قائد اللواء المدرع 101. هذا اللواء الذي كان من أقوى عتاد الجيش الإسرائيلي في عام 73. وكل مرة ينتزع سيادة اللواء هذا التكريم في مرات قادمة أطال الله في عمره. ووسط حب واجتماع ولم الشمل لا يفوتنا إلا أن نقدم كل التحية والتهنئة على أبناء بورسعيد الذين ساندوا النادي المصري خلال مشواره منذ العودة من التهجير، مشجعين لهم بكل قوة،
على رأسهم الرئيس خميس النبلاوي الذي تعرض للسجن مرات عديدة بسبب حبه للنادي المصري، وأيضا إبراهيم الجباس الذي دخل السجن أيضا حبا في النادي المصري، والسمعة وأبو سمرة ومارك والعربي وكل مشجعي النادي المصري وأبو آية، لهم منا كل الحب والتقدير. في هذه المناسبة السعيدة لا ننسى الكابتن فاروق السيد أحد نجوم الكرة المصرية. أحبائي، إنه يوما جميلا أن نرى لاعبين أفزاز جاءوا إلى بورسعيد، تركوا أعمالهم وتركوا مشاغلهم حبا في هذه البلد التي احتضنتهم في يوم ما، فتحية لهم من أعماق قلبي، تحية لهم من أعماق قلبي تجاههم. هناك نجوما ربما لم أذكرها، كابتن فؤاد عليوة الظهير الأيسر للنادي المصري، كابتن جمال فؤاد أحد فناني الكرة البورسعيدية على مدار تاريخها، الثعلب المكار جودة بأهدافه، وإبراهيم الوشاحي والسيد النمر وأحمد متولي ومجدي الشناوي وكل لاعبي أجيال الكرة البورسعيدية الذين شرفونا. في يوم الشم جاءوا إلى بورسعيد، جاءوا ليباركوا لنا هذا الاحتفال الجميل الذي نتمنى أن يكون له آثارا ويكون له بصمات ورسالة موجهة إلى أبناء الأهلي في القاهرة. نتمنى أن تكون هذه الرسالة قد وصلت، أن بورسعيد آمنة، وبورسعيد تفتح قلبها وذراعيها، وبكل ما أوتيت من قوة وبكل محافظيها السابقين جاءوا ليقولوا لأبناء النادي الأهلي لنعبر بمصر إلى بر الأمان ولنعبر جسر الانشقاق. وأهلا بمجلس إدارة الأهلي، ونتمنى من الله عز وجل أن يكونوا عند حسن الظن وتكون هذا الجسر قد امتد بيننا وبينهم. في الطرف الآخر من قناة السويس جاء ابن السويس قاطعا مسافات طويلة عابرا قناة السويس حتى بورسعيد، المهندس إسماعيل بدرة الذي تحمل على مدار سنوات طويلة مهمة مسؤولية رئيس نادي السويس. كل الأمنيات الطيبة لأبناء السويس وأبناء المريخ أيضا بقيادة أحمد جوهر، ليكون أحدهما هو فرس الرهان للصعود الممتاز بإذن الله. منذ زمن بعيد غادر بورسعيد متجها إلى السويس بعد أن كان أحد نجوم النادي المصري ذو البشرة السمراء ابن بورسعيد ولاعب منتخب السويس فيما بعد الكابتن عبد سليم. تحية خاصة على هذا المشوار الجميل برغم من تقدمه في السن. والآن أحد فرق بورسعيد وعرض لكرة الأطفال. زي ما بنتكلم عن بورسعيد ان فيها مواهب رياضية ومشرفانا ومنورانا سواء من بورسعيد او خارج بورسعيد، بنقول ان بورسعيد بلد المواهب، بورسعيد بلد الفن. النهاردة حبيت اقدم لكم تجربة اكيد انا واثق من رأيكم فيها وعارف ان هي هتنول اعجابكم. فكرنا نجيب فرق، فكرنا نجيب مطربين معروفين، لكن حبيت ابين مواهب بورسعيد. بيسعدني ان يكون معانا فرقة الانامل الصغيرة بكلية تربية نوعية بورسعيد بقيادة دكتور راجل مقدم. نسمع سقفة كبيرة.